السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا مخلص انا ورديه من محطه تورا البلد. ان شاء الله اخر يوم بكره لينا في تورا البلد، ونرجع بقى المعصره اللي هي محطتنا الاساسيه. النهارده اتصلوا بيا قالوا لي بقى ايه، معلش يا محمد في واحد زميلك تعبان. انا ولا لكني شغال في مستشفى القصر العيني. اه والله العظيم، واحد زميلك تعبان في سكنات المعادي، فهتروح تستمر مكانه النهارده. فتخيل بقى انت بقى، تخيلوا كده ان الواحد يكون مخلص شغل وتمام التمام ومروح بقى، المفروض ان هو ينام، ويتصلوا بيه يقولوا له ارجع تاني سكنات المعادي عشان في زميلك ايه تعبان. فاروح اطبق. طبعا أنا والله العظيم قسما بالله زي ما بقول لكم كده، ويعلم ربنا في كل كلمه، ان انا صاحي الساعه 4 واللي هو ما نمتش. فاهم انت؟ اللي هو انت ساعتين، اللي هو من 2 ل 4 ما نمتهمش. فاهم انت؟ اللي هو ريحت بس ظهري كده بس، وتعبان طول الليل ايه، ما فيش نوم وكده. وصحيت الساعة 4 وطبعت تذاكر. طبعا مطلوب مني اطبع تذاكر ب20، وتذاكر ب10، وب15، وبايه، وب8. فعشان اشغل ايه الشباك اللي جنبي، انا دلوقتي طبعا الواحد شغال في المحطة، فعشان اشغل الشباك اللي جنبي كمان. فدلوقتي قال لك اطلع بقى ايه على سكنات المعادي، زميلك تعبان هناك، تعبان زميلك تعبان، وايه، واقعد مكانه، استمر مكانه، ايه الورديه دي. فعايز اقول لكم بقى أنا هعمل ايه، ما بلاد حيله، لازم اروح عشان خاطر ده زميلي، وما ينفعش ان انا ايه، ان انا ما اقفش جنبه او اشيله في المحنه اللي هو فيها، او في مرضه. لازم ان انا اروح، ما ينفعش ان انا ما اروحش بس. فمش عارف بقى يعني، انا بصراحه اللي بيقفل تليفونه ده بيرتاح. والله العظيم عاوز اقول لكم، اللي بيقفل تليفونه ده بيرتاح. الواحد يقفله احسن، او تخلي وضع طيران احسن، بحيث لا حد يتصل بيك ولا. اصل انت اللي يتصل بيك ده يتصل بيك بقى ايه، عشان مصلحته، عشان شغل، عشان مش عارف ايه. ما بقاش حد يتصل دلوقتي يطمن عاملين ايه، اخبارك ايه، بتاع مش عارف ايه. بقت موبايلات دلوقتي بقت رخمه، بقى احنا ماسكينها عشان خاطر بس تخش على النت مش اكتر. اه والله. انما حد يسأل على حد ولا الكلام ده كله، مفيش منه. فربنا يسترها بقى من الايه، من الموسيقى دي بقى ايه، ممكن تعمل حقوق طبعا نشر، لان دي اغاني ربنا يسترها. ده عمرو دياب متهيأله، لا، ربنا يسترها. بس فهضطر دلوقتي ان انا هروح، وماشي متأخر مش ماشي بدري. والله يعني يعلم ربنا. شوف ماشي الساعة كام، الساعة دلوقتي 8 إلا 5، ومتأخر. أنا المفروض معادي أصلا أمشي 7، ولكن أهو بص هو ماشي الساعة كام. وهضطر بقى إن أنا أروح، إن أنا أستحمل بقى وأقضي الوردية بتاعته. عاوز أقول لكم إن أنا بقى أي هتبقى وردية من الساعة كام بقى، من الساعة 8 للساعة 3، وهرد تاني من 3. تمام. هروح، وبعد ما أروح يا هو الساعتين 3 اللي هنام في البيت، طبعا الوقت بيجري. و... وتاني راجع تاني برضو وردية ليلية مسائية، اللي هي بتاعت بالليل. والله يا شباب انا ما بكره قد الوردية الليلية دي، ورحمة امي انا ما بكرهش اديها. الوردية ام 10 ايام، مفروض ام 10 و10 و10 30. بكره بص، بكره موت الوردية المسائية دي. اه والله العظيم. ليه بقى؟ فيها مشاكل وفيها حوارات وفيها حكايات وفيها شغل جامد. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، اديكوا زي ما شفتوا كده الفيديوهات اللي فاتت دي، والفيديو اللي فات دوت، والكلام ده كله. وغير تعبها بقى وقرفها، وتصحى بدري وتنام متأخر، تنام الساعة 2 تصحى الساعة 4. فحاجة رخمة جدا. فربنا يا رب يعيننا على اللي احنا فيه. لان انا بصراحة عاوز بيني وبينكم كده، والله لو انا تعبت من الشغلانة دي جدا 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 جدا. الوظيفة الحكومية كان ليها شنة ورنة، كانت حلوة، كان معروفة. انت بتروح الساعة 9 الصبح ولا الساعة 8، بترجع على ايه، على بعد الظهر، تبقى معروفة. دلوقتي مفيش منه الكلام دوت، بقى في نظام ورادي، بقى في كده، بقى في كده، بقى في كده.
والله انا يمكن عاوز اقول لكم من ساعه يعني ما قالوا له انت هتشتغل في المترو انا فكرت ان انا اروح اقعد على مكتب. والله العظيم زي ما بقول لكم اتلاقيها شغلانه عامله زي العتاله. والله زي ما بقول لكم كده تعب 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 يعني حاجه يعني. الحمد لله والشكر لله. هضطر دلوقتي بقى ان انا ايه اروح لسكنات المعادي واشتغل هناك لحد ما ايه ما يجي زميل تاني يستلم مني بقى الساعة 3 ولا الكلام ده كله واروح بقى انام ساعتين وتاني راجع تاني بالليل. فعاوز اقول لكم الواحد تعبان جدا والله العظيم. الواحد مرهق. انا جاي الشغل امبارح، انا بقول لكم جاي الشغل مش رايح من الشغل، جاي الشغل تعبان. فتتخيل انت بقى لما اكون جاي تعبان فحاجة رخمة جدا يعني. فهو الواحد لما يقفل تليفونه احسن. اه والله لما الواحد يقفل تليفونه كده احسن. انا بعد كده انا ده هستعمل الحركه دي ان انا اخلي التليفون وضع طيران مش هخليه شغال، عشان بصراحه انا زهقت. اتصلوا بيك يقول لك تعالى هنا وروح شمال وروح يمين، لا يبقى انا ايه اعمل من بنها زي ما بيقولوا كده وما جي واقفل تليفوني. اما يقول لك تليفونك مقفول تقول له بقى ايه ده فاصل شحن بتاع الكلام ده كله بس. انما بالطريقه اللي احنا فيها ديت كده ما الواحد تعب. الواحد تعب يعني. لما يتصلوا بيا كده وانا مروح المفروض بقى ان انا خلاص مظبط حالي ومروح بقى واجيب فطار وكده وبتاع ورايح بقى ارتاح بقى. ليها فرحه برضو. عاوز اقول لكم ان لما بتخلص شغل وتروح بالسلامه كده بيبقى برضو ليها فرحه لوحديها يعني. انت مخلص شغلك وماشي فيبقى ليها فرحه. يتصل بيك بقى يقول لك اطلع بقى على محطة كذا كذا انت مستمر النهارده. وخلي بالكم على فكرة الكلام ده كله مش قانوني، ولكن الدنيا ماشية سمك لبن تمر هندي. فطبعا احنا عبد المأمور. هو طبعا كلمة عبد المأمور ده غلط، ولكن هو ده اللي احنا بنمشي عليه. كل واحد بيقول حاضر ونعم عشان خاطر كل واحد عنده مسؤوليات وربنا يعين الجميع. فهنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ الله المستعان وربنا يعيننا على اللي احنا فيه. فنضطر بقى ان احنا ايه نطلع على سكنات المعادي ونشتغل فيها لحد ما ايه لحد الساعة 3 كده ما يجيلنا زميل بقى ايه يستلم مننا. وبعد كده نبقى نروح. طبعا هناخد بقى المترو الجاي مش هيفرق معانا بقى كوري عادة مكيف. هنركب بقى اي حاجة وخلاص عشان خاطر ايه نمشي. مع ان كان نفسي والله ان انا اروح لان تعبان جدا، ولكن انا ايه هروح بقى وكده. قصدي اروح الشغل واروح شغل تاني وهطبق 8 ساعات تاني. فالله يعيننا ويعين اي حد على اكل عيشه. طبعا حظنا حلو المكيف اللي جاي. فما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وتشتركوا في القناة لو لسه داخل الفيديو جديد.